سحر الإيقاعات الكلاسيكية التركية والجزائرية المنبعثة من التراث المشترك بين البلدين بهذه المعزوفات التقليدية التي جسدتها فرقة الصداقة بين الجزائر وتركيا في ليلة رمضانية جميلة. ما كاش احسن يعني تعبير عن الصداقه الجزائريه تركيا مع اي بلد يعني بالثقافه، فهمت لي. دونك درنا هذا الجوق هذا. انا خدمت مع موسيقيين اتراك عديده، وكان لي استاذي خالد كرادومان آلة القانون وفن الموسيقى التركية، وتوفى الله يرحمه. وهذا الجوق هذا تسمى كيش نقولوا يعني انوماج لخالد كرادومان، انوماج، فهمت لي. حبينا نكملوا المسيره اللي كانت بيني وبينه مع موسيقيين اخرين. احنا درنا الموسيقى الجزائريه والموسيقى التركيه، هذه قدام هذه راح تشوف نجوزو من تركيا، خطرات نغنوا جزائري والجواب الموسيقي تركي، فهمت لي. هي باش نوروا اللي في الموسيقى كاين، في الموسيقى كاين كيش نقولوا دي انفلونس، كاين حوايج كيف يتشابهوا. We know each other already from last year. نحن نتعرف على بعضنا منذ أكثر من سنة. أنا سعيدة بحضوري إلى الجزائر وأتمنى أن تدوم هذه التجربة على المدى الطويل. سنقدم اليوم معزوفات جزائرية وتركية سيستمتع بها الجمهور حتما. إيقاعات تنبعث من هذه الآلات الكلاسيكية، القانون والعود وغيرها، تنقل إلى المستمع أجمل النوتات الموسيقية، تحمل فقاعاتها روحاً وتلاوين ثرية زينت ركح هذا المسرح. On va remarquer du nom de l'ensemble, c'est l'ensemble algéro-turc, d'amitié algéro-turque. Donc ce sont les musiciens turcs qui sont venus de Turquie ainsi que les musiciens algériens. Ils vont jouer ensemble, ils vont jouer les musiques traditionnelles turques ainsi que les musiques traditionnelles algériennes. احنا استمتعنا بهذا الحفل، وان شاء الله نتمنوا يكون من الفوق يكون حفلات هكذا مشتركه ان شاء الله. الجمهور راهو كثير مبسوط بهذا الاسواغي، المزيج الثقافي، وان شاء الله يكون في المستقبل يكون حفلات مرتبطة بين الأتراك والجزائر. هكذا هي الموسيقى، لغة تحتاج إلى أحاسيس لتصل إلى كل البشر مهما اختلفت عاداتهم ولهجتهم، خاصة إذا امتزجت بجمال ليالي الشهر الفضيل.